لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. انا طول عمري يا جماعه اشوف ان الست بتلبس جيبه، انما اشوف راجل يلبس جيبه وفستان، ده اللي طول عمري ما شفتهوش ولا اعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من شارع المعرفة. في الفيديو ده يا جماعة هنخرج شوية بره القانون، هنتكلم عن الفنان أحمد سعد والحفلة اللي طلع فيها في السعودية ولابس لانجري أو جيبة باللهجة البلدي كده. يا فنان بعد إذنك اللي أنت عملته ده ما ينفعش. طول عمرنا ميقنين وعلى يقين إن الفن رسالة. أنت ربنا سبحانه وتعالى نجاك من كذا مشكلة كلنا سمعنا عنها في الإعلام ونجحت، وربنا كتب لك التوفيق وعملت اكتر من اغنية ناجحة. مش معنى ذلك اللي انت تتشبه بالنساء. دي رسالة للفنان احمد سعد ورسالة لدولة السعودية الشقيقة المحترمة. انتوا ليه حضراتكم بتسمحوا بالاشياء دي يا جماعة؟ انتوا بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومش عايزين ننسى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. يا عم احمد يا سعد، انا عارف ان انت راجل ابن بلد، نصيحة من اخ لاخوه: مش كل حاجة الفلوس ولا كل حاجة الترند. صدقني انا واثق مليون المية الفترة اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاك فيها من المشاكل اللي انت تعرضت فيها كنت قريب منه جدا. مش عايزين بقى نبعد، ومش عايزين نعلم شبابنا عادات وتقاليد احنا ملناش علاقة بيها ولا من قريب ولا من بعيد. انا بقولها لك نصيحة اخ لاخوه: مش كل حاجة الترند ولا كل حاجة الفلوس. انت راجل بتقدم فن كويس وكلمات راقية، خليك ماشي على التراك بتاعك ده. ليه نحود؟ وفي الاخير لازم تفهم اللي انت بتمثل صورة مصر. يعني حضرتك او غيرك لما يسافر بره هو بيمثل مصر، بيدي انعكاس لشباب مصر، ودول مش شباب مصر. يا اخويا يا حبيبي يا احمد يا سعد، ارجو منك اللي انت تنزل اعتذار. وخد بالك صدقني، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه. جرب. يعني انا تحضرني قصة في اخ سعودي كان عنده فشل كلوي وكان عايز حد يتبرع له. المهم في واحدة مصرية كانت هتتبرع مقابل 100,000 ريال سعودي. الراجل نزل هنا على اساس يقابل البنت وبتاع وتتبرع له ويتم العملية. فقبل ما يحصل الراجل نزل هو واولاده، قبل ما تتبرع له قال لها: انت بتتبرعي ليه؟ عايزة تتبرعي ليه؟ قالت له: احنا مالناش فلوس واخواتي ومش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا يصرفوا على تعليمهم، وانا مش عارفه اعمل ايه، وهتبرع له يعني هضطر ان انا اتبرع بالكليه لحضرتك. الراجل سمع الكلام ده، قال: معقوله حد يتبرع بجزء من جسمه عشان الاكل والشرب؟ ترك الكلام ده لوجه الله. قال: لا، خد يا بنت ال100,000 ريال اهم، وانا مش عايز الكليه بتاعتك. وخد بعضه وسافر. ولاده رفضوا وقال لهم: لا انا هصمم والبنت هتاخد الفلوس وانا مش عايز كليه. وفعلا سافر على بلده وبقى يتابع التحاليل اللي بيعملها والاشاعات، وربنا سبحانه وتعالى شفاه وعفاه، والكليه رجعت تعمل او تشتغل بالشكل الطبيعي. فالمقصود من الكلام ايه يا جماعه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله عنه. في الاخر يا عم احمد بعد اذنك انت واجهه لشباب مصر، وخد بالك في ناس كتير بتقلدك، فلما تقلدك في خير احسن ما تقلدك في حاجه تانية مش مظبوطه. احنا عندنا قيم ومبادئ واخلاق اتربينا عليها. وفي الاخير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.